اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. ازيكم يا أحلى مشاهدين؟ يا رب تكونوا جميعا بخير وفي أحسن حال. صباح الهنا، صباح السعادة، صباح السرور، والصلاة على الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. النهاردة يا حبايبي تعالوا مع بعض هنعمل وصفة جميلة جدا، وهي كوكيز العسل الأسود. زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله اللهم بارك، بسكوتة جميلة جدا وبتدوب كده في البق، وطعمها تحفة ما شاء الله. كل اللي أكلها شكر فيها، ووصفة هايلة. يلا نشوف المقادير وطريقة التحضير. الأول معايا الطبق أو البولة اللي انت هتعجني فيها كوباية من العسل الأسود، ولو عايزة تزودي المعيار بتاعك يبقى بتضعفي المعايير اللي أنا هقولك عليها، مع بيضة واحدة بس، وكيس فانيليا أو كيسين على حسب المتوفر عندك. هنبدأ نقلب العسل مع البيض مع الفانيليا، نضربه كويس جدا زي ما انت شايفة كده. ودلوقتي هننزل بنص كوباية من السمنة أو الزيت على حسب راحتك وعلى حسب اللي انت بتفضليه. دلوقتي هنزل بكوباية من الدقيق، عليها معلقتين كبار من النشا. كده نزلنا بمجين من الدقيق، هنقلب. وطبعا هنحتاج دقيق تاني، فانت بتضيف الدقيق على حسب سمك العجينة معاكي. كده خلاص هنقلب بايدينا عشان تحسي ملمس العجينة اكتر. تقلبي بايديكي وتشوفي اذا كنت هتحتاجي دقيق تاني ولا لا. ما شاء الله اللهم بارك، زي ما انتوا شايفين كده خلاص محتاجتش دقيق تاني. هنسيبها بس ترتاح نص ساعة عشان ما تبقاش ملزقة. زي ما انت شايفة كده ما شاء الله ما بقتش ملزقة خالص، وعجينة جميلة جدا. عندك شوكولات بقى هنشكلها مع بعض، ما عندكيش مش متوفر يعني عادي جدا ممكن نعملها بسكوتة كده سادة، بيبقى طعمها هايل. عجبت أولادي جدا جدا وهتعجبك انت كمان إن شاء الله. يلا يا حبايبي كلنا ندوس لايك واشتراك للقناة ونفعل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد من يوميات أم كريم، عشان اللي جاي أحلى إن شاء الله. هتشكلي طبعا كل الكمية بالشكل ده. ما شاء الله اللهم بارك، وصفة سهلة جدا جدا والأطفال بيعشقوها. ومتاح طبعا عندك العسل الأسود وكوبايتين من الدقيق وبيضة ورشة فانيليا ونص كوباية من الزيت أو نص كوباية من السمنة. بتعملي كمية جميلة من البسكوتة الجميلة دي. هشكل كل الكمية بالشكل ده زي ما انت شايفة ما شاء الله، وهندخلها الفرن على الرف الأوسط على درجة حرارة 200 لمدة من 10 دقايق لربع ساعة على حسب حرارة الفرن عندك. طلعت ما شاء الله اللهم بارك بالجمال اللي انت شايفاه ده. طبعا هي لسه سخنة. شوفي بقى انتي كوبايتين الدقيق هيرموا معاكي كمية محترمة، يعني هتكفي الأولاد وهيتبسطوا بيها جدا. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. وصفة سهلة وبسيطة جدا، أتمنى يا رب تعجبكم. وإلى أن ألقاكم في فيديو قادم إن شاء الله. أستودعكم الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.